السلام عليكم ورحمة الله. الكراسي ديال الحدائق والأماكن العامة غالبا ما كتكون صلبة بزاف وغير مريحة. كنشوفوها في كل بلاصة في العالم، ماشي غير في الدول الفقيرة ولكن حتى في الدول الغنية والمتقدمة. راه أي واحد شاف هاد الكراسي اللي من الخشب والمعادن، وغالبا ما كتلقى المسافات بين الألواح اللي كيخليك تجلس، ولكن من بعد شوية كتلقى راسك غير مرتاح وكتقوم. واش هاد الشيء مقصود ولا غير صدفة؟ أهلا بكم، أنا محمد القصباوي ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة أسئلة نص الليل. هاد الكراسي كاينة في كل بلاصة، من الحدائق العامة حتى الساحات والميادين، وكلها كتشارك في هاد الصفة الصلبة وغير مريحة. حتى في المحطات ديال المترو وخصوصا في الدول الغربية بداو يتخلاو على الكراسي التقليدية وبداو كيديروا كراسي مائلة، اللي أصلا ماشي كراسي بل مجرد أعمدة كاينين باش غير تسند ظهرك ولكن ما كتجلسش مزيان. هاد الشيء خلى الناس تطرح السؤال، واش الهدف هو نتفاداو الناس يجلسوا بزاف؟ راه كيبان لينا من هذا التصميم أن الهدف ديالهم هو أنهم يخلوا الكراسي ما تستعملش بشكل مفرط، مثلا باش ما يخليوش المشردين يجوا ينعسوا فيها، أو الناس اللي كيبغيو غير يتسكعوا ما يطولوش في البلاصة. وحتى في بعض المحطات ديال المترو بدلوا الكراسي بواحد النوع اللي كتخليك غير تسند راسك وما تجلسش بارتياح. هاد التصاميم كيبان أن الهدف منها هو تخلي الناس ما يرتاحوش بزاف وما يبقاش تجمع كبير. اللي كيزيد يبين هاد الفكرة هو أنه بزاف ديال المقاعد العامة كاينين بلا راحة، باش حتى اللي تعب ما يقدرش يجلس بزاف. الهدف من هذا الشيء هو تجنب تجمعات الناس لفترات طويلة وتفادي الجريمة ولا حتى الحوادث اللي كتوقع في هذه التجمعات. مثلا الشوارع الرئيسية كتلقى فيها هذا النوع ديال المقاعد اللي كتزيد تساهم في تنظيم الفضاء العام. الشيء اللي كيخلينا نلاحظ هو أن هذه المقاعد ماشي معمولة باش تكون مريحة، ولكن الهدف منها هو أنها تخدم الغرض بلا ما تخلي الناس يقعدوا وقت طويل. اللي كيتعب شوية وكيجلس بعد وقت قصير غادي يلقى راسو غير مرتاح وغادي يقوم. كاين حتى تصميمات كتخلي المقاعد تكون متقاسمة باش اللي كيشبه الحواجز، باش ما تقدرش تتمدد أو تنعس فيها. رغم أن الفكرة كيبان فيها شوية قسوة، إلا أنهم كيشوفوها وسيلة للحد من استغلال الكراسي من طرف المشردين. فالإحصائيات كيبانوا أن المشردين اللي كانوا كينعسوا في المقاعد العامة ولو أقل بسبب هذه التصميمات. فبعض المحطات ديال المترو زادت حتى الحواجز باش تمنع الجلوس المريح على طول اليوم، وحتى التجمعات ولو أقل. المصممين كيتعمدوا يخليوا الكراسي غير مريحة باش الناس ما يبقاشوا مجمعين أو جالسين مدة طويلة، وهذا كيبين لنا كيفاش التصميمات ديال المدن كتلعب دور كبير في تنظيم حركة الناس. واحد آخر من الأسباب اللي كيخلي هذه التصميمات الدفاعية تنتشر هو أنهم كيحاولوا يقللوا الوقت اللي كيقضيوه الناس في التجمعات. مثلا في بعض الأماكن اللي كيعرفوا فيها الجرائم أو حتى الاستعمال ديال المخدرات كيشوفوا أن تخلي المقاعد غير مريحة يمكن يقلل من هذا الظواهر، حيث الناس غادي يجلسوا وقت قصير ومن بعد غادي يمشيوا. وحتى الشباب اللي كيتزحلقوا بالألواح على الكراسي ما غاديش يلقاو كيفاش يستعملوهم، وهكذا كيحافظوا على الممتلكات العامة من تلف. التصميم الدفاعي ماشي حاجة جديدة، راه كانت معروفة من زمان. مثلا في العهد الجورجي اللي بدا في 1700 كنا كنشوفوا حتى المباني الجميلة. فالمملكة المتحدة كانوا كيديروا فيها مسامير وحواجز باش ما يخليش أي واحد يطلع فوق السور أو الحائط. هاد الآلية ولات كتنتشر أكثر مع تزايد نسبة التشرد، وخصوصا في مدن كبيرة كيف نيويورك. ليه كانوا بزاف ديال الأماكن العامة ملك للقطاع الخاص. فمدينة نيويورك بزاف من المساحات اللي كانوا خاصين بالشركات الخاصة فرض عليهم القانون أنهم يخليوا هذه المساحات مفتوحة للناس، ولكن أصحاب هذه المنشآت بداو كيديروا التصميم الدفاعي بحال الأسوار الحديدية اللي كتحيط بالحدائق والنوافير، وبالطبع كراسي غير مريحة. هذا الأسلوب ولات هي الأساس في التصميمات ديال المدن الحديثة، وهذا الشيء خلى الفكرة تنتشر من مدينة لمدينة. التصميم الدفاعي ما بقاش مقتصر على الشوارع أو الميادين العامة، ولكن ولات حتى في وسائل النقل بحال الأوتوبيسات والقطارات، وحتى في محطات المترو. فاش كتكون راكب شي وسيلة نقل عامة حاول تتذكر آخر مرة جلست فيها، غادي تلاحظ أن الكراسي كتكون صلبة وغير مريحة. ما كتفهمش واش معمولة من البلاستيك ولا المعدن، ولكن اللي كيبان هو أنها معمولة باش ما تخليكش ترتاح. السبب اللي خلاهم يديروا هاد الكراسي الغير مريحة في وسائل النقل هو مرتبط بالسعة. مثلا إذا كان القطار كيتسع ل 100 راكب، غالبا ما كيركبوه 200 شخص، يعني أكثر من الساعة اللي كتحملها. ولهذا كيديروا الكراسي غير مريحة باش الناس اللي جالسين يقوموا من بعد شوية، وهكذا اللي واقفين يقدروا يقلسوا شوية، ويتم تبادل الأماكن. الآلية اللي كيديروها في وسائل النقل العامة هي فعلا كتجيب نتيجة، حيث الناس كيبدلوا بلاصتهم باستمرار. ولكن في الحقيقة هذا الأسلوب غير لائق.
كان من الأفضل أنهم يزيدوا في عدد العربات باش كل واحد يلقى بلاصة يجلس فيها مرتاح بلا ما يكون مضطر يقوم، غير باش يدير الحركة ويخفف على راسه. احنا دابا فهمنا مزيان فكرة من وراء هاد التصميمات الدفاعية اللي كيديروها المصممين، ولكن في الحقيقة كاين جانب سلبي كبير لهاد النوع ديال الهندسة. واحد السيد كيحكي على تجربته مع أمه اللي كبيرة في السن وكيقول بأن المدينة اللي ساكن حديثة ومتطورة بزاف، ولكن فكل مرة كياخد فيها الأم ديالو للتمشية كيلقى مشكل كبير في الحصول على مقاعد مريحة، حيث كل المقاعد اللي كاينة في الشوارع والحدائق ديال المدينة مصنوعة بطريقة ديال التصميم الدفاعي، وهكذا كيبقى يدير مجهود باش يلقى مكان مريح لأمه، ولكن هادشي كيكون شبه مستحيل. هاد الحالة اللي كيحكي عليها السيد مع الأم ديالو كتوضح لنا أن التصميم الدفاعي كيكون سلاح ذو حدين. صحيح أنه كيقلل من تجمع الناس اللي كيتسكعوا أو اللي كيستغلوا المقاعد لأغراض أخرى، ولكن في المقابل كيتسبب في مشاكل لناس آخرين اللي فعلا كحاجة لمكان مريح للجلوس، بحال كبار السن، الأطفال، المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة. في هذه الحالات التصميم الدفاعي كيبان غير فعال وما كيحققش الأهداف اللي معمولة منه. أتجله واحد من الجوانب اللي كيبانوا مهمين في هندسة المعمار والبناء هو أن الفضاءات العامة خاصها تكون في خدمة الناس وتلبي احتياجاتهم. راه الهدف الأساسي ديال أي تصميم معماري هو أنه يوفر الراحة والخدمات للناس اللي كيستعملوا هذه الأماكن، لكن في التصميم الدفاعي كنشوفوا أن الفكرة كتكون مختلفة شوية، بحيث أنهم كيبغيو ينفروا الناس باش ما يبقاوش يقلصوا أو يجتمعوا، ولكن ما كياخدوش بعين الاعتبار احتياجات بعض الفئات اللي كتكون فعلا محتاجة لهذه المقاعد. واحد من الحلول اللي كيشوفوا بعض الخبراء هو أنه ممكن يكون توازن بين الراحة والأمان، يعني التصميمات ماشي خاصها تكون كلها دفاعية، ولكن ممكن يكون هناك أماكن مخصصة لكبار السن أو ناس اللي محتاجين يرتاحوا. فهذه الحالة المقاعد خاصها تكون مريحة أكثر، لأن الحلول اللي كتعتمد على تنفير الناس من الأماكن العامة ما كتكونش دايما فعالة، وفي النهاية ما كتحلش المشكلة ولكن كتدفعها فقط لمكان آخر. هذه الطريقة كانت فعالة في البداية، ولكن من بعد الناس بداو كيشكيو منها حيث كتحسسهم بالتعب بعد وقت قصير. اللي كيزيد يعقد الأمور هو أنه هذه التصميمات الدفاعية ما بقاش معمولة فقط في الأماكن العامة، ولكن حتى داخل وسائل النقل. فاش كتسافر غالبا غادي تلقى الكراسي اللي كتكون مصنوعة من مواد صلبة، والهدف منها ماشي فقط أنها تكون قوية، ولكن حتى باش ما تخليكش ترتاح. بزاف ديال الناس كيشعروا بالتعب من الجلوس الطويل، وهكذا كيقوموا كيبدلوا الأماكن مع الناس اللي واقفين، وبهذا كيكون هناك تبادل مستمر. مع هادشي كامل راه الحل كان ممكن يكون في زيادة عدد العربات داخل القطارات أو الأوتوبيسات باش كل واحد يلقى بلاصته ويجلس مرتاح، ولكن بدلا من ذلك كيعتمدوا على هاد الكراسي اللي كتشجع الناس على الحركة والتبادل. هاد الأسلوب ماشي عملي بزاف، حيث الناس كيكونوا مضطرين يجلسوا فوق كراسي غير مريحة، وهذا الشيء كيخلي التجربة تكون سلبية. فالتصميمات الدفاعية كاين بزاف ديال الآراء اللي كتقول بأن الفكرة أصلها ماشي جديد. التصميم الدفاعي اللي كنشوفوه اليوم بالرغم من فعاليته في بعض الحالات إلا أنه كيبقى حل مؤقت وما كيحيدش المشكلة من جذورها. على سبيل المثال فاش كيتمنع المشردين من النوم على الكراسي العامة، هاد الناس كيمشيو لمكان آخر، ولكن ما كتكونش هناك حلول عملية للمشاكل ديالهم، وبالتالي خاص يكون هناك تفكير أعمق باش نلقاو حلول شاملة لمشاكل المشردين والمخدرات عوض الاعتماد فقط على التصميمات الدفاعية. في النهاية كنلقاو أن الكراسي غير المريحة اللي منتشرة في معظم المدن عالم ما عندهاش سبب إيجابي واضح باش تستمر في هذا الشكل، حيث بالأساس هذه الكراسي خاصها توفر الراحة للناس اللي محتاجين يرتاحوا في الأماكن العامة، ولكن للأسف التصميمات الدفاعية اللي كانت معمولة باش تحل بعض المشاكل ديال المدن ما كتخدمش الجميع، بل كتخلق مشاكل لناس آخرين. نرجعوا دابا لمحطات المترو، راه هاد المحطات معروفة بزاف بهاد التصميمات الدفاعية، بحيث كيلقاو طرق باش يمنعوا الناس من الجلوس لفترة طويلة. مثلا فبعض المحطات ما بقاوش كيحطوا الكراسي العادية، ولكن بداو كيديروا أعمدة بالزاوية مائلة باش الناس غير يسندوا ظهورهم وما يطولوش. حقبة جورجيا كانوا كيديروا هاد التصميمات باش يحموا الممتلكات العامة والخاصة من الناس اللي كيحاولوا يتعدوا عليها، ولكن مع مرور الوقت ولات هاد الفكرة كتشمل حتى الجانب الاجتماعي، بحيث ولاو كيستعملوها باش يتحكموا في حركة الناس وتجمعاتهم. واحد من الأمور اللي كتطرح تساؤلات هو أن هاد الكراسي غير المريحة ماشي غير في الشوارع أو الحدائق، ولكن حتى في وسائل النقل بحال الأوتوبيسات والقطارات. فكل مرة كتسافر فيها كتلاحظ أن الكراسي كتكون غير مريحة، وكيبان أن الهدف ماشي فقط هو القوة ديال الكرسي، ولكن حتى باش ما تخليش الناس يرتاحوا بزاف.
وختامة كنشوفوا أن الفكرة ديال التصميمات الدفاعية بالرغم من أنها كتحد من بعض المشاكل بحال التشرد أو تجمعات الغير مرغوب فيها، إلا أنها في المقابل تحرم فئات كبيرة من الناس من الراحة اللي خاصها تكون في المساحات العامة. وبالتالي خاص يكون هناك توازن بين الأمان والراحة، بحيث التصميمات توفر للناس اللي فعلا محتاجين بلاصات للجلوس في الأماكن العامة.